فاكر ان القصص خلاص خلصت في الميدان؟ لا، المكان اللي ورانا ده تقريبا شاف اكتر من 5000 سنه ورا، وهو المتحف المصري. المتحف المصري اللي في التحرير يعتبر أقدم متحف في العالم كله، لأنه أول متحف معمول عشان يكون متحف، مش كان حاجة قبل كده وبعد كده بقى متحف. فاهميني؟ في نص ميدان التحرير هتلاقي مبنى لونه بينك شوية أو أحمر، يعني لونه بينك. ماشي، انا ما بفهمش في الالوان قوي، ممكن البنات هي اللي تفهم في الموضوع ده. القصه بدات سنه 1835 لما محمد علي باشا قرر ان هو يمنع حوار تهريب الاثار دوت ويفتح حاجه يحط فيها المتاحف كلها. بداها الاول بحديقه الازبكيه لحد ما استقروا على مكان جديد. زمان اصلا لو ما تعرفش كانت الناس بتبيع اثار في الشارع كده يعني اللي ممكن تروح عند زي مثلا محل السوبر ماركت، تروح تقول له عايز ب5 جنيه اثار. اللي صممه هو المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون. اي ثينك ان انا نطقت اسمه صح، يا رب يعني. وعامة تربة او قبر مارسيل دوت مدفون في المتحف مش عارف حابب التصميم جدا لدرجة ان هو عايز يدفن جوه والله.